والله إن من الأسى أن يمتلئ قلب الرجل من الأشعار أو من أسماء من تعلق بهم من أهل الفن أو من أهل الرياضة أو من أهل السياسة أو من غير ذلك، وربما أعاذنا الله وإياكم يخلو قلبه من شيء من القرآن. إنك لن تلقى الله بشيء في قلبك تحبه أعظم من كلامه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقلنا مرارا في دروسنا معنى قول الله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا آمنتم بالقرآن أو لم تؤمنوا بالقرآن لا يغير ذلك من القرآن شيئا. إن آمنتم به لا يزيد القرآن رفعة، كفاه رفعة أنه كلام الله، وإن لم تؤمنوا به لا ينقص ذلك من القرآن لأنه كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. قال أصدق القائلين: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة عديدة، والمراد أنه لا يليق بنا ونحن نختم هذه الدروس المباركة أن لا نعلم أنفسنا قبل غيرنا أن تزيد الأمة تعلقا بكلام ربها جل جلاله. نقدم من قدمه الله، نؤخر من أخره الله، نعظم ما فيه من الأوامر، نجتنب ما فيه من النواهي، ننظر إلى ما أثنى الله فيه على ذاته العلية فنجعله في قلوبنا وبين أعيننا. نعظم ربنا الذي أنزل هذا الكتاب على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه.